عمر مرموش في تحدي مع رضا عبد العال. يا لهوي يا لهوي، مرموش ده طلع فنكوش. بص يا معلم كده، الحلقه دي اقسم بالله للتاريخ، حلقه فيها كل حاجه عصاره الكره في مصر من الاخر، الخلاصه او زي ما تقول كده هنديك البهاريز عشان تبقى فاهم وعارف ازاي تحلل الكره في مصر، وهتعرف منها كمان كيف تدار الكره المصريه وليه احنا ما بنتقدمش في اي حاجه في مصر عموما. يا دي النيله هبسطها لك. وهنا انا مش بتكلم عن الكرة بس، لا انا بتكلم عن اي حاجة ماسكها المواطن المصري الفهلوي اللي بيفهم في كل حاجة. يعني من الاخر كده تقدر تصنف الحلقة دي على انها حلقة رياضية، على شوية تنمية بشرية، على شوية علم نفس، على حبة مفهومية. من الاخر كده ده طبق سلطة في كل الاشكال، مفيد جدا جدا ليك. يلا بينا نبدأ. هو الاخ مش معانا برضه؟ معاكم فين؟ في اللي احنا بنقوله ده. مش فاكر الحقيقة، بس لو انتوا فاكرين ان انا معاكم يبقى انا معاكم. هو انت مش معانا من اول الطريق؟ خلاص يبقى انا معاكم. التحدي الاعظم في تاريخ الكره المصريه، اللي على اليمين ده عمر مرموش، واللي بيرمز في حلقتنا النهارده لشويه مهاره كرويه مش كتير قوي، شويه صغيرين يعني. وهنا بقى انا اقصد المهاره الكرويه اللي هي ترقصات تريكا، كعب شيكا، حركات ملك الحركات، مهارات حازم امام. بس في ظل المهاره القليله قوي اللي عند مرموش دي، قدر يطورها ويشتغل عليها بالمهاره والاجتهاد والاستمراريه والاحترافيه والتطوير. لاعب اشتغل على نفسه صح في جو يقدر يخليه يعمل كده. واللي على الشمال ده بقى كابتن رضا عبد العال. وهنا بقى كابتن رضا عبد العال بيرمز للمهاره العاليه قوي قوي قوي، واللي ما يعرفش كابتن رضا عبد العال وما اتفرجش عليه ما اتفرجش على الكوره في مصر. رضا عبد العال كان لاعب عنده حلول غير طبيعيه في الملعب، وعنده مهاره عاليه قوي 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 كمان. هنا بقى هو بيرمز للمهاره العاليه قوي قوي دي مع شويه فهلوه مع كلمتين ياكلوا عيش، بس كده. والله بس كده. ونسيت اقول لك، هو بيرمز للمواطن المصري بشكل عام، المواطن المصري الفهلاوي اللي بيفهم في كل حاجه. وعلى فكره هنا انا مش بتريق ولا حاجه خالص، لا دي اكتر حاجه بتميزنا احنا عن شعوب العالم كلها، المصريين اللي انا منهم وعلى راسي من فوق. ولكن في البدايه كده كلنا عارفين ان عمر مرموش حديث العالم دلوقتي كله، والارقام اللي حققها ارقام جامده جدا 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 على مستوى الدوريات الخمسه الكبرى. لما اقول الدوريات الخمسه الكبرى يبقى بتكلم عن فطاحل اللعبه بشكل عام. ده غير بقى قيمته التسويقيه اللي وصلت لحد الان 50 مليون يورو، وغير الانديه اللي لسه عايزه تتعاقد معاه وبنسمع الكلام ده زي مانشستر يونايتد وزي ليفربول وزي ريال مدريد، والعدد لسه طالع. يا راجل ده جاب جونين في اخر ماتش وصنع الثالث في مين؟ في البايرن. يعني الجولين اللي حطهم في احسن جون في العالم، نوير. يعني من الاخر كده عمر مرموش هيكمل مسيره محمد صلاح وهيتوج كمالك لقاره افريقيه جديد. ولكن كلنا عارفين كابتن رضا عبد العال وتحليلاته الجباره. احنا عندنا 4 مدربين ولا 5 هنا، وربنا شوف جوارديولا النهارده اللي كسب كاس انجلترا، وربنا لو جه هنا هيفشل. وحياة النعمه دي على عيني ولا ما اشوفها تاني. لو جوارديولا احسن مدرب في العالم دلوقتي اللي هو بيعدل في كره القدم، لو جيت الدوري المصري هيفشل. ليه بقى؟ عندك الكابتن طارق العاشري، وعندك كابتن طلعت يوسف، وعندك كابتن حلمي طولان، وعندك كابتن علاء عبد العال، ما بيخرجوش من بره الصندوق. هو هيعمل بقى مثلثات ومربعات ومش عارف ايه وشلوط، يبوظوا له كل اللي بيعمله. وممكن هجمه مرتده تيجي جول والكابتن حلمي يكسبه، او الكابتن علاء عبد العال يكسب جوارديولا. ده ينفع؟ ده يبقى عدل بتاع ربنا؟ ويجي بقى رئيس النادي يقول لك جوارديولا فشل لازم يمشي، اقاله جوارديولا. كابتن رضا عبد العال طل معانا قبل كده في لقاء تلفزيوني ورزع كلمتين في عمر مرموش، كلمتين في الجول جابوا معانا من الاخر، وانتقدوا انتقاد حاد خلى كابتن رضا عبد العال في ظل نجاح عمر مرموش يركب الترند. اسمع بقى كده هو قال ايه؟ تصدق بالله لا اله الا الله، احمد مدبولي قده 100 مره، مرموش ده طلع فنكوش. طبعا هنا اول حاجه لازم تاخد بالك منها، ليه كابتن رضا عبد العال كان بيكسب اي رهان قبل كده ومع اي مذيع او محلل. اشمعنى خسر الرهان ده؟ هقول لك ليه. لان دايما كابتن رضا عبد العال لما كان بيراهن على هدف موجود وسط مستنقع كروي، ناس بلا فكر، ناس بلا تخطيط، ناس بلا اي حاجه اصلا. فطبيعي ان انا لما راهن على هدف وسط المستنقع ده ان تكون نسبه نجاحي 80%. لكن لما راهن على عمر مرموش في وسط مجتمع ناجح فبالتالي خسر على طول. هنا بقى نيجي لسؤال مهم، مين فيهم الصح؟ احب اقول لك يا عزيزي ان الاثنين صح. بص،
رضا عبد العال يبان قدامك ان بيهبد اي كلام وبيقول اي حاجه وخلاص، لكن احب اقول لك معلومه اول مره تسمعها. كابتن رضا عبد العال من وسط كل المحللين دي هو الوحيد اللي عنده نظريه وثابت على موقفه. لا وايه، بيتكلم كمان في الكره بتاعتنا، الكره اللي احنا بنحبها، الكره بتاعت الشارع من الاخر، السبعات، التشميسه، الكباري، الحاجات اللي بتمتعنا دي. يعني مثلا لو جبت للكابتن رضا عبد العال اختيارات وقلت له تختار ميسي ولا رونالدو، فطبيعي هيختار ميسي. حازم ولا تريكا، فطبيعي هيكون حازم امام. بركات ولا شيكا، فطبيعي هيكون اختياره لشيكا. وليد صلاح الدين ولا اي حد، هيختار وليد صلاح الدين. هو بيحب اللاعب المهاري، اللاعب اللي عنده حلول، اللاعب اللي بيعرف يرقص. وعلى فكره ده في الكوره صح، لان اللاعيبه دي هي اكتر لعيبه بتقدر تحل لك المشاكل في المباريات المقفوله والمعقربه. وهنا تدخل الفهلوه يا صديقي. كابتن رضا عبد العال حلو ان هو يكون عايز اللعيبه مهاريه، لكن كابتن رضا عبد العال فكره مختلف. رضا عبد العال عايز اللعيبه كلها تكون عندها حلول، من اول الدفاع لحد الهجوم بالجماهير اللي قاعده بره. لازم اللعيب يكون مهاري وعنده حلول، وده في الكوره غلط. عايز يمسك فريق يكون ال11 لاعب بمواصفات ميسي ورونالدو وزيدان وابو تريكه، مواصفات لعيبه عاليه قوي. بالبلدي كده هو لسه عايش في الكرة بتاعت زمان، ما اتطورش مع التطور اللي حصل في الكرة دلوقتي. وبالمناسبة البرازيل في جيل التسعينات كان عندها فريق خارق حرفيا، فريق عنده لعيبة فيها كل الحلول، تقدر تعمل اي حاجة في اي وقت، والفريق ده كان قاهر لكل البطولات في الوقت ده. فالفكرة في حد ذاتها مش غلط، لكن التطور اللي حصل في الكورة والعلم والدراسات بقى يميلوا اكتر للاعيب اللي بينفذ خطط وعنده وعي تكتيكي اكتر من اللاعب اللي عنده حلول. وهنا بقى تيجي قوة عمرو مرموش اللي عنده مهارة قليلة جدا، ولكن عنده عبقرية في انه قدر يطور من نفسه وقدر يشتغل على نفسه والاستمرارية في الملاعب، زيه وزي صلاح وزي زيزو وزي لعيبة كتيرة جدا، لعيبة متطورة، لكن ما عندهاش مثلا مهارة فينيسيوس، مهارة زيدان، مهارة ميسي، مهارة رونالدينيو، الكلام ده مش موجود عندها. لكن اللعيبة دي قدرت تشتغل على نفسها زيها زي رونالدو بالظبط، وقدرت تواكب العصر الكروي، وقدرت تتطور، وقدرت تستمر لسنين كتير في الملعب. فهي دي الكرة عندنا في مصر، لعيب اسم كبير جدا يعتزل يبقى مدير فني، طب ملوش مكان يبقى محلل رياضي، ولو ما نفعش يبقى مذيع وخلاص. وعشان كده اللي بيبقى عنده الموهبة مع العلم والدراسة والتطور بيفرق عن اللي حواليه بسنين كتير جدا، زي احمد عز وتامر بدوي مثلا، فارقين عن اللي حواليهم بكتير جدا، واي حد بيتفرج عليهم عارف ان هم موهوبين وفاهمين كوره. اللي عايزين نقوله انك ممكن تكون بتفهم في كل حاجه، لكن مش متخصص في حاجه معينه. بتعرف تغني، تمثل، تلعب كوره، لكن في النهايه انت ولا حاجه من دول، لانك مش متخصص في حاجه معينه، مش فاهم كل تفاصيلها ودارسها، لا انت واخد شويه معلومات من على وش الارض، او زي ما بنقول كده انت راجل فهلوي عارف لك كام معلومه على كام كلمتين، شويه حاجات كده تمشي بيهم حالك. بس بص، انك تبقى فاهم كل حاجه وبتعرف تتكلم في كل حاجه دي حاجه كويسه، بس حاجه كويسه في ان هي تعيشك في الشارع وسط الناس وسط اصحابك بس كده. لكن المعلومات اللي انت عارفها دي عمرها ما هتوصلك للقمه. ومعنى ذلك مش بقول ان الموهبه لا ملهاش مكان، لا، لو انت عندك الموهبه واشتغلت عليها تقدر تتطور. كابتن سيد عبد الحفيظ اشطر مدير كوره انا شفته، لانه بصراحه عنده الموهبه وقدر يطور من نفسه وقدر يشتغل على نفسه، وبقى عنده العلم والاحترافيه والتطور، وبقى حاجه روعه جدا، مشي على خط عمر مرموش بالظبط. دي ناس قدرت تشتغل على نفسها وتطور من عقليتها وتطور من فكرها، وقدروا يستمروا لسنين كتير وقادرين يواكبوا العصر دلوقتي. ما جوش قالوا لك لا كفايه كده احنا وقفنا لحد كده، لا، دايما كل يوم بيخلقوا لنفسهم دوافع ان هي تستمر وتستمر ويستمروا لسنين كتير. بص يا صديقي، الفهلوه تخليك تاكل عيش دلوقتي، لكن ما تضمنلكش الاستمراريه لسنين قدام. مرموش نجح لان اتحط وسط بيئه كويسه جدا، صدق نفسه، قدر يشتغل على نفسه، قدر يطور من نفسه ومن عقليته، وعشان كده نجح. عمر مرموش قال لك في تصريح تلفزيوني، قال لك ان مقابلته لصلاح في المنتخب فرقت معاه سنين كتير، لان صلاح اداله معلومات كنوز، صلاح نقل له خبرته كلها اللي في الدوري الانجليزي وقدر يوصله لاول الطريق. اول كلمات صلاح ليك كانت ايه؟ احنا اول لما جه ما كناش اتكلمنا، كان اول يوم في المعسكر، نزلنا التمرين عادي. اليوم اللي بعده انا طبيعتي بصحى الفطار بدري، عشان في المانيا دايما في وقت معين انك تنزل فطار فيه، فنزلت فلقيت الوحيد اللي قاعد على الترابيزه كان صلاح، فرحت قعدت قدامه. طبعا كانت بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، يعني ان انا قاعد مع احسن لعيب في العالم مره واحده من يوم للتاني وقاعد بتكلم معاه. فابتدينا نتكلم، فكان بيسالني ايه الدنيا في المانيا، مبسوط ولا لا، وعن فولسبورج وعن شتوتجارت الفريق اللي انا كنت فيه، وفتحنا موضوع المنتل هيلث، القوه الذهنيه، انك
انك عشان توصل للتوب ليفل لازم تكون قوي في دماغك، عشان انت دايما بتنافس على انك تبقى هداف او هو اللي كان بيقول لك الكلام ده. هو كان بيسالني يعني عموما انت بتتمرن على الحاجات دي ولا ما بتشتغلش على الكلام ده، وانا طبعا في المانيا الحاجات دي بنشتغل عليها بس مش دايما يعني. فلما سمعت الكلام ده قعدت فكرت وان هو برضه يفتح معايا كلام زي ده، ان احنا بنتكلم في حاجه مفيده على طول يعني حاجه كويسه يعني. فانا بكتسب منه خبرات كتير وبتعلم منه كتير في الملعب وبره الملعب، وبياكل ايه وبيشرب ايه وبيعمل ايه في يومه، عشان بالنسبه لنا يعني في المنتخب وبالنسبه لي انا معانا احسن لعيب في العالم او من احسن 3 لعيبه في العالم. مرموش ممكن دلوقتي يقول كفايه انا وصلت، او كان ممكن يقع بسبب الانتقادات اللي حصلت عليه قبل كده، لكن العلم والتطور والتكنولوجيا اللي هو وصل لها قدروا يخليه يستمر لسنين قدام. عايز اثبت لك عمر مرموش بالنسبه للاعيبه المصريه كتير طلعت احترفت بره، فاللعيبه دي ممكن تكون قد عمر مرموش 10 مرات. بس هنا بقى اللي نجح مين فيهم، هما ولا عمر مرموش؟ وهنا بقى قرارك انت في حياتك عموما وفي كل اللي انت عايشه. يا ترى عايز تعيش عمر مرموش ولا تفضل رضا عبد العال؟